سلام حبيباتي، سلام البنات، رجعت لكم حبيباتي فيديو جديد. الفيديو تاعنا اليوم راح يكون فيديو متنوع فيه وصفات وفيه أفكار إن شاء الله تعجبكم حبيباتي. بما أنه بلعوا الشواطئ، الحجر، الفيد مكان والو، لي بلاج بلعوا المرافق وين نخرجوا يعني نبدلوا الجو. حبيت يعني ندير جو في البيت لولاد أختي، بما أنهم كرهوا مكان والو. قلت نفرحهم هكا ندير لهم وصفات الأطفال يحبوهم و نشارككم بهم إن شاء الله يعجبوكم. بون أول حاجة راح ندير لي مورينغ، وصفة لي مورينغ، لأنه كيما على بالكم الأطفال يبغوا بزاف لي مورينغ. هذه الوصفة المعتمدة عندي. مش راح ندير لكم فيديو مفصل عليها، راح يعني ندير لكم هكا فيديو راح يكون مسرع. برك راح نقول لكم ابيبري اش درت فيها، حتى لانه ماهيش نجحت لي 100%، حتى تنجح لي هذه الوصفه 100% ونشوف بلي ما فيهاش اخطاء نديرها لكم ان شاء الله بربي في القناه في فيديو مفصل. بون راح ندير زوج بيضات، وبالنسبه لزوج بيضات يعني زوج بياض البيض داروا لي كميه لاباس بها من لي مورينغ. المهم نسحقوا زوج بياض البيض يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، نديروهم في غيسيبيون، والغيسيبيون لازم ما يكونش فيه ولا قطرة تاع ماء، الغيسيبيون لازم تمسحوه قبل ما ديروا فيه. ونديروا قرصة تاع الملح. وبالنسبة لكمية السكر يعني كل بياض بيضة يحتاج 4 ملاعق من السكر، حوالي 100 غرام. وكل ملعقة تربط 25 غرام من السكر. بون هنا بعد ما درت السكر ودرت بياض البيض خلطتهم شويه بالفوي وما درتهم في حمام مائي، ونبقاو نخلطو ما نخلوش هذاك بياض البيض يطيب حتى نلاحظوا انه هذاك السكر كامل ذاب. كي نشوفوا هذاك السكر كامل نتوشو يعني بصبحتينا، كي نشوفوا السكر كامل ذاب نحوه ونطلعوا الخليط تاعنا بالباتور. هنا كيما راكم تشوفوا درت في الخليط ملعقه كبيره تاع الخل، ونبقاو نطلعوا في الخليط تاعنا حتى نتحصلوا على خليط يكون متماسك ويدير لنا هذاك المنقار. دوك تشوفوا في لا فيديو كيفاش يولي. وتقدروا تعوضوا هذيك الملعقه تاع الخل بملعقه تاع عصير ليمون، راح تعطيكم نتيجه افضل. كيما على بالكم السر تاع هذاك الليمون ولا الخل يماسك المورينغ تاعنا ويعطي لها يعني تولي تبري بريونس. المهم هنايا قسمت الخليط الى نصفين لانه راح ندير زوج الوان وزوج اذواق. راح ندير عطر الفراوله يكون اللون تاعو وردي، وعطر الشوينغوم يكون اللون تاعو ازرق، لانه كيما على بالكم الازرق يبغوا الاولاد والوردي يبغوا البنات. المهم هنا ندير كميه قليله فقط ونخلطو. كنت نسيت لافاني ما درتهاش، راني درت هنايا ملعقه صغيره في كل خليط. المهم نخلطو مليح ومن بعد نديرها في لابوش. وحاجه ما قلت لكمش، الفور لازم يكون مسخن من قبل، يعني سخنوا الفور تاعكم ومن بعد سخنوا كامل واش عندكم. ومن بعد كي تشوفوا باللي صاي كملتوا درتوا كامل هذوك لي مراك تاعكم في السنيوه كامل، نروحوا نقصوا النار لادنى درجه عندكم. لي مورانغ يبغوا النار تكون هاديه، واذا كانت الفور تاعكم يسخن بزاف فتحوه، يعني ديروا ملعقه ولا فتحوه شويه وخليهم يطيبوا، حسبوا لهم ساعه بالضبط. المهم كما راكم تشوفوا انا درتهم في الاعواد هكا باش يعني يكونوا فاسيل يردوهم الاطفال. وراح ندير ثاني هذوك اللي وحدهم. شوفوا كما راكم تشوفوا جو بزاف شابين، وزدت زينتهم بشويه حلواتكم ملونه من فوق. هنا دخلتهم يطيبوا. هنا تشققوا لي شويه لكن جو روعه ما شاء الله في البنه وحبوهم يعني في الدار كما راكم تشوفوا. والداخل طابولي باسكو عطيت لهم وقتهم في الطياب كما قلت لكم ساعه بالضبط، والفور يكون ناقص تماما. المهم هنا كملت لا ميرينغ. هنا نروحوا للوصفه الثانيه. بالنسبه للوصفه الثانيه راح تكون وصفه تاع سموثي، ولا ما باليش كيف يسموه هذاك اللي يتباع برا. المهم كي نكمل راح تشوفوا شتا هو اللي يعني نهضر عليه. راح نستخدم هذو لي ساشي تاع اميلا اللي راهم متواجدين في الحوانيت، كنا نديروهم بكري دروك شويه نقصوا نسحقوهم في هذه الوصفه. بما انه الجو راه حار وراهي سخانه بزاف يعني حبيت ندير حاجه بارده ثاني نشربوها.
المهم ندير هذيك الساشي. هنا دايرين في الساشي تاعنا يعني تفرغوها في لتر ونصف من الماء. هنا ديروا لتر فقط، ما ديروش لتر ونصف، وتديروها في بورطمونجي كيما هكا، وديروها في لي كلاصون. وكل ما تمر 10 دقائق تخلطوها يعني بالفرشيطه ولا، وتعاودوا ترجعوها هكا باش ما يديرناش كتله واحده، يعني لي كلاصون يجي مفتت. ان شاء الله كنتو فهمتوني. نروح لحاجه واحده اخرى. درت كيكه يعني طيبتها. الكيكه راني دايرتها لكم في القناه، كيكه الخلاط اللي درتها بحبه بيض. برك هذه كيكه يعني ضاعفت المكونات، درتها بزوج حبات البيض وضاعفت كامل المكونات. راح نخليها لكم في صندوق الوصف. بزاف ناجحه خاصه للمبتدئات اللي ما تنجحلهمش وصفه الكيكه، يبغوا يفرحوا عائلتهم ما يعرفوش يعني ما تطلع لهمش وما تنجحلهمش وتجيهم ناشفه ولا تجي يابسه. ننصحك تجربي هذه الوصفه وفي الخلاط 5 دقائق وانت وجدتيها. خاصة رانا في سخانة كامل ما نبغوش نتعبوا. ما تطلعيها لا بالباتور لا تتعبي معاها لا والو، في الخلاط فرغيها في المول وديريها طيب بالخف طيب لك. المهم انا فضلت يعني على حسب ما بغاو في الدار، بغاوها بالفاني يعني ما بغيتش نديرها او شوكولا. المهم رجعوا لا فيديو شوفوا كيفاش درتها. برك هذه الوصفه يعني كيما قلت لكم ضاعفت المكونات، درتها على زوج باش جاتني شويه عاليه. المهم هنا الكيكه تاعي طيبتها مقبل وخليتها. بعد ما بدت لي مليح قسمتها على نصفين. راني نحشي فيها بكريم شانتيي. كريم شانتيي راني درت لها ذوق الفراوله باش تجينا بنينه كيما راكم تشوفوا. ومن بعد زدت غلفتها كامل من الفوق بشانتيي اللي بقات لي. بالنسبه للكيكه مش راح تكون بروفيسيونيل يعني للدار برك الاطفال. وذوك تشوفوا التزيين درتو بزاف شباب على حسب ما حبوه الاطفال، يعني كيما على بالكم الاطفال يبغوا بزاف لي كولور ويبغوا بزاف الحلوه هذيك اللي تكون فوق الكيكه. سي بوغ صا حبيت ندير لهم مرضاتهم وما نديرش كيكه يعني كيما يعني التزيين اللي نبغيه انا لحسن ما يبغوه هما. دوك تشوفوا كيفاش زينتها. بعد ما غلفت الكيكه تاعي كامل بالشانتيي، هنا جبت الموس هذا اللي يجي شغل لا اي موس عندكم نتوما. كيما راكم تشوفوا نقسمها على 2 وندير مثلثات. كل مثلث راح ندلو التزيين تاعو باي مكونات متواجده عندكم، حلوه شوكولاته نواس كوكو الشي اللي متوفر عندكم. انا الشي اللي متوفر كان عندي صوالح التزيين الحلويات نموت عليهم يعني كل مره نشريهم ونحطهم في الدار. الشيء اللي كان عندي زينت به كما قلت لكم يرجع ليكم. برك نعطيكم فكره كيفاش تزينوا كيكه للاطفال يعني وتكون تنال اعجابهم. كل مثلث كما قلت لكم راح نديرو مغاير على المثلث الاخر. هنا درت هذيك الحلوه اللي فيها شوكولا داخل، درت هذيك الحلوه المتنوعه فيها شوكولا بلون ونوار. وراح نزيد ندير لهم هذيك الحلويات الدلاع اللي كنت درتها معاكم نمم في فيديو سابق دوك تشوفوها. ها هي بنكهه الفراوله وبغوها بزاف حسبوها حلوه ما عرفوهاش كامل بلي مصنوعه بالدلاع. ننصحكم تجربوها. راح نخلي لكم الفيديو في صندوق الوصف، روحوا كامل شوفوه يعني على ضمانتي تحسوها حلوه ماشي مخدومه بالدلاع. المهم شوفوا لي كولور ما شاء الله شابين. هنا المثلث هذا درتو هذيك الحلوه اللي بذوق الفراوله، والنصف الاخر راح نديرو بذوق البرتقال والليمون. شوفوا لي كولور شابين. المهم انا زينت الكيكه تاعي درتها تبرد، وهنا جيت شريت واحد بعض اللوازم هكا خفاف برك راني نحط فيهم باه نوجد لاطابل تاعي. لانه كنت وعدت بنت اختي قلت لها راح ندير لكم يعني طابله نفرحكم في الدار. كانت كل مره تعيط يعني تسقسي تقول لي وين تديري انا وين تديري انا، قلت والله غير درتها لهم فرحتهم بها. المهم كما كان الحال راني نوجد
هنا قبل ما يجوا. أنا بالنسبة لهذوك لي غلاصون اللي قلت لكم عليهم من قبل اللي يتباعوا في المحلات، حبيت يعني نديرهم بالدار. هنا الميكسور كان خاسر لي. نتوما من الأحسن كي تجبدوا هذاك لو جو تاعكم من لي غلاصون تميكسوه مليح بالميكسور باش يكون كامل يعني ميكسي. وإلا ما عندكمش ميكسور نورمال كيما قلت لكم كل 5 دقائق خرجوا من لي غلاصون ويعني وحركوه بالفرشيطه هكا ما يكونش كاع كتله واحده. المهم ان شاء الله كنتو فهمتوني. راح ندير عده اذواق. اصلا هذا يكون ذوق الليمون، وراح ندير ذوق شمينغوم وذوق الفراوله. هنا كانت سخانه بزاف بزاف بزاف، ذاب لي للاسف كيما كي وما كانش مكلاصي بزاف، يعني ما تطلوش حقه ما تقلاصاليش بزاف. بغيت يعني نقدمه. نتوما اذا ما عندكمش اذا عندكم الوقت خلوه يعني يدي وقته في بيتكلاصا مليح وميكسوه بالميكسور. بون هنا درتهم في هذو لي بوتاي يتباعوا عند اللي يبيعوا لوازم الحلويات. كنت شريتهم ما تلقاوش كامل عند الحوانيت، يعني اكثريه يقول لك كنبيع لك يعني بالباكي كبيره. انا لقيت عند حانوت واحد برك عطاني يعني بالحبه، يبيع بالحبه نورمال. كل وحده دير 3 ولا 5 مانيش حاسياش على البري نيشان. المهم بزاف شابين وشكلهم شوفوا كيفاش شباب ويبغوهم الاطفال. درت نوحت في الاذواق، درت في كل بوتاي يعني اذواق اللي تفضلوا نتوما. وها هي الطاوله تاعنا المتواضعه اللي كنت وجدتها لدارنا ولولاد اختي وعجبتهم بزاف. ما شاء الله نتوما فاني وهذاك الفيسبوك نلقاو واحد مات، واحد راه مريض نقص الاكسجين. كيما على بالكم رانا نمروا في ايام يعني صعبه بزاف. ايسيو تخلقوا جو في الدار هكا، يعني تنساو شويه، ماناش نقولوا يعني تنساو كلش، لكن تنساو شويه وتبدلوا الجو مع عائلتكم يعني بافكار ومكونات قلال برك اللي متواجدين عندكم في الدار تقدروا تفرحوا عائلتكم. وحاجة واحدة أخرى حبيت ننصحكم يعني بلا ما تنساو الوقاية خير من 1000 علاج. بالكم على رواحكم، وكما على بالكم والديكم فاني حافظوا عليهم وما تخرجوش وبقوا في داركم، وما تنساوش الوقاية كما قلت لكم لبابات والتعقيم إلى غير ذلك. إن شاء الله ربي يشفي كامل مرضانا ومرضى المسلمين، وربي يرفد علينا هذا الوباء والبلاء يا رب العالمين. إن شاء الله العام الجاي راح يكون أحسن من هذا العام، وربي يرحم كامل اللي ماتوا. إن شاء الله يكون مثوها بالجنة.
الجنة. جيسبر كان عجبكم الفيديو تاع نهار اليوم حبايباتي، حبيت يعني هكا نفرحكم معايا وتبدلوا معايا الجو اللي مالا. وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو حبايباتي. اذا ما كنتوش مشتركين في القناه ما عليكم الا تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما جديد على فيديوهاتي. وتهلاو في روحكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو مقبل. باي.